طابت أوقاتكم بكل خير. من الفضائية الإريترية نقدم لكم نشرة الأخبار والمستهل بأبرز العناوين. افتتاح قمة الشراكة الصينية الأفريقية التاسعة. جهود لضمان توفير مياه الشرب الصالحة في البلاد. حملة تشجير ناجحة في إقليم القاش فركا. وزير الخارجية الروسي يحذر أمريكا من المزاح بشأن خطوط موسكو. الصين تتعهد بتمويل مشاريع في أفريقيا ب$51 مليار. معدلات الجوع بأمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها في 10 سنوات. افتتحت رسميا اليوم 5 سبتمبر في العاصمة الصينية بيجين قمة الشراكة الصينية الأفريقية التاسعة. وأوضح رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينغ في كلمته الافتتاحية المساهمات والتغييرات التي أجراها منتدى الشراكة الصينية الأفريقية خلال 24 عاما منذ تأسيسه في العام 2000 للدفع بالعلاقات الصينية الأفريقية. وقال إن العلاقات الصينية الأفريقية التي تأسست قبل 70 عاما توجد على أعلى مستوى. وذكر بأن بلاده قدمت مقترحا من 10 نقاط للتنمية المشتركة والشراكة متعهدا بتمويل 360 مليار يوان أي أكثر من 50 مليار دولار أمريكي على مدى 3 سنوات. وتحدث في حفل الافتتاح الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس منتدى الشراكة الصينية الأفريقية ومسؤولون المناطق الأفريقية الأربعة. تستمر قمة الشراكة الصينية الأفريقية حتى 6 سبتمبر. ويبلغ عدد سكان البلدان المنضوية تحت مظلة الشراكة الصينية الأفريقية ثلث إجمالي سكان العالم. أعلن قسم تنمية المياه في وزارة الأراضي والمياه والبيئة أن الجهود مستمرة لضمان تقديم مياه الشرب الصالحة في جميع أنحاء البلاد. وأوضح مسؤول القسم السيد مسقنا قبر الثلاثي بناء خزان مياه بسعة 75 متر مكعب مياه وتركيب مولدات الطاقة الشمسية للضخ وأنابيب بطول 5800 متر و4 محطات توزيع المياه في إنبات كالا بإقليم شمال البحر الأحمر. وخزان مياه وطاقة شمسية وأنابيب بطول 3000 متر و4 محطات توزيع مياه في قريتيت في مديرية سرجغا في عام 2023-2024. وذكر بأن العمل جاري في مشاريع مياه الشرب في 8 قرى بالإقليم الجنوبي وفي 7 قرى بإقليم عنسبة. وأشار إلى القيام بأعمال الصيانة وتحسين مشاريع مياه الشرب في أقاليم شمال البحر الأحمر والأوسط وعنسبة. احتفل الإريتريون المقيمون في ألمانيا وجنوب السودان وقطر والولايات المتحدة بالذكرى 63 لبدء الكفاح المسلح للشعب الإريتري. وفي الاحتفال الذي نظم في مدينة فرانكفورت الألمانية قال القنصل العام الإريتري السيد كبراب تخسته إن الفاتح من سبتمبر هو يوم بدأت فيه قلة من المناضلين أصحاب الرؤى الكفاح المسلح بعد إغلاق جميع خيارات الحل السلمي وحرماننا من حقنا في الحياة. وأصبح شعبنا في خطر وله مكانة هامة في التقويم الإريتري باعتباره يوم الذكر والعهد. وقال أن حفاظ إريتريا على سلامها في الوقت الذي يشهد فيه العالم والمنطقة التوترات والأزمات هو ثمرة قيم الفاتح من سبتمبر. هذا وتم أيضا إحياء الفاتح من سبتمبر في كولون وهامبورغ وميونخ ودرسلوف. وفي احتفال مماثل في جوبا بجنوب السودان قال السفير الإريتري يوهانس تغلميكيل إن الأول من سبتمبر كان البداية لنضال تحرير طويل وصعب حقق الاستقلال بعد 30 سنة. وبهذه المناسبة تم توزيع شهادات التقدير على الإريتريين المشاركين في الدبلوماسية الشعبية الفاعلة. واحتفلت الجالية الإريترية في قطر بذكرى انطلاق الكفاح المسلح حيث خاطب الحفل سفير إريتريا لدى قطر علي إبراهيم أحمد. كما احتفل الإريتريون في شيكاغو في الولايات المتحدة بالذكرى 63 لبدء النضال التحرري
مجددين التزامهم بالعمل المتفاني والمساهمة. وتخللت الاحتفالات برامج فنية وثقافية. أفادت سلطة الغابات والحياة البرية القيام بحملة تشجير ناجحة بزراعة معظم الأشجار المعدة للتشجير في موسم الأمطار هذه السنة في إقليم القاش بركة بمشاركة الأهالي والجيش وحملة التنمية الصيفية. وقال ممثل سلطة الغابات والحياة البرية سيد تخست كفل مريم زراعة 810,000 شجرة من أصل أكثر من 900,000 شجرة تم إعدادها. وأشار إلى وجود 8 مشاتل في الإقليم عامة، إلا أن معظمها لا يعمل بسبب شح المياه الجوفية ومشاكل أخرى. وقد عدت شتول الأشجار المزروعة هذه السنة في مشاتل بارنتو وغردات وعدن أمن. وذكر بأن حوالي 700,000 شجرة تم زراعتها من قبل إدارات المديريات، والباقي من قبل طلاب التنمية الصيفية وقوات الدفاع والأفراد في مديريات لقو عنسبة وغردات وشامبكو وفرنتو وتسني وقلوج. نظم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في مديرية قلعلو سيمينارا للتعريف بحقوق الطفل ومحاربة العادات الضارة وختان الإناث وزواج القاصرات خاصة. وقدم المهنيون توضيحا مسهبا في السيمينار بشأن قانون حقوق الطفل والمرأة والأضرار الصحية التي يحدثها ختان الإناث وزواج القاصرات. وأوضح مسؤول مكتب الوزارة في المديرية السيد محمد عبدو إن الهدف من حملات التوعية الجارية توسيع وعي الشعب والاستئصال العادات المترسخة. وأكد المشاركون في السيمينار على العمل لمكافحة العادات الضارة. استشهد في 31 من أغسطس مدير مديرية علا برعد سابقا في وزارة الحكومات المحلية المناضل الكبير محمد حامد عشكراي عن عمر 79 عاما جراء مرض ألم به. التحق المناضل الكبير محمد حامد عشكراي بصفوف جبهة التحرير الإريترية في شهر فبراير عام 1966، وقدم في التنظيم في مختلف الأجهزة بمختلف مستويات المسؤولية، وصولا إلى عضوية اللجنة التنفيذية في المجلس الوطني للتنظيم الموحد. وبعد الاستقلال عمل مديرا لمديريات أصمات وتسني ودواروا وأفعبت ومغولو وشعب وعلا برعد، خادما وطنه وشعبه بتفان وإخلاص. المناضل الشهيد محمد حامد عشكراي رب أسرة وأب ل7 أبناء، وقد ور جسمانه الثرى في مدينة كسل السودانية يوم 31 من أغسطس. وتعرب إدارة إقليم عنسب عن بالغ حزنها لاستشهاد المناضل محمد حامد عشكراي، وتقدم تعزيها لأسرته ورفقائه وزملائه. الأخبار العالمية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا. حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الولايات المتحدة من المزاح بشأن الخطوط الحمراء التي حددتها روسيا. جاء ذلك ردا على سؤال حول احتمال تسليم صواريخ أمريكية بعيدة المدى لأوكرانيا. وقال لافروف إن واشنطن فقدت الإحساس بالردع المتبادل الذي دعم التوازن الأمني بين موسكو وواشنطن منذ الحرب الباردة، وهذا أمر خطير. وقال لافروف للتلفزيون الروسي: لن أتفاجأ بأي شيء، لقد تجاوز الأمريكيون بالفعل العتبة التي حددوها لأنفسهم. وفي وقت سابق وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف طلب كييف من الغرب السماح لها بضرب العمق الروسي بأنه ابتزاز. إلى ذلك، وردا على الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد شبكة روسيا اليوم الحكومية الروسية، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو ستستهدف وسائل الإعلام الأمريكية. تعهد الزعيم الصيني شي جين بينغ بتقديم أكثر من 50 مليار دولار لتمويل مشاريع في أفريقيا على مدى السنوات الثلاثة المقبلة. كما أبلغ زعماء الأفارقة أن بلاده مستعدة لتعميق التعاون الصناعي والزراعي والتجاري والاستثماري مع القارة الإفريقية الغنية بالموارد خلال خطاب ألقاه.
وقال الشيخ خلال حفل افتتاح منتدى التعاون الصيني الأفريقي في بيجين أن الصين وأفريقيا ستنفذان 30 مشروعا لربط البنى التحتية الأساسية. كما أشاد الشيخ بالعلاقات مع القارة باعتبارها في أفضل فترة في تاريخها، مشيرا إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم والقارة الأسرع نموا سيخلقان أهدافا مشتركة للتنمية الخضراء. ووفقا لوسائل إعلام صينية، يحضر أكثر من 50 زعيما أفريقيا والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المنتدى هذا الأسبوع. بلغت معدلات الجوع في الولايات المتحدة على مستوياتها نحو عقد الماضي، حيث أن 18 مليون أسرة بما يعادل 13.5% من السكان واجهوا صعوبات في وقت من الأوقات في تأمين ما يكفي من الغذاء، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة الأمريكية في تقرير صدر. وتتزايد معدلات الجوع في الولايات المتحدة منذ العام 2021 بعد أن ظلت تتراجع لأعوام. وأظهرت بيانات مكتب التعداد الأمريكي العام الماضي تزايد في انعدام الأمن الغذائي بعد انتهاء برامج كانت توسع نطاق المساعدات الغذائية خلال جائحة كوفيد-19. وفي مايو خلصت جماعة بمكافحة الجوع إلى أن الجياع في الولايات المتحدة ينقصهم نحو 33.1 مليار دولار من الأموال للوفاء باحتياجاتهم الغذائية لأسباب منها ارتفاع أسعار الأغذية. شهدت منطقة بانتانال في البرازيل حرائق قياسية حيث تم تدمير أكثر من 750 ألف هكتار من النباتات هذا العام. ونجح رجال الإطفاء في تقليل حجم حريق غابات مهائل اندلع لمدة يومين ودمر 20% من الغابة خارج العاصمة البرازيلية، مما أدى إلى تغطية المدينة بسحاب من الدخان الرمادي والأبيض. واندلع الحريق في ذروة موسم الجفاف عندما كانت النباتات جافة ودرجات الحرارة مرتفعة ما سمح له بالانتشار بسرعة. وتدمر نيران النظام البيئي وتقتل ملايين الحيوانات كل عام، و95 من هذه الحرائق مفتعل ومصدره الممتلكات الزراعية الخاصة. تذكير بالعناوين مرة أخرى. افتتاح قمة الشراكة الصينية الأفريقية 9. جهود لضمان توفير مياه الشرب الصالحة في البلاد. حملة تشجير ناجحة في إقليم القاش بركة. وزير الخارجية الروسي يحذر أمريكا من المزاح بشأن خطوط موسكو. الصين تتعهد بتمويل مشاريع في أفريقيا ب51 مليار دولار. معدلات الجوع بأمريكا ترتفع لأعلى مستوياتها في 10 سنوات. وصلنا إلى ختام النشرة، إلى اللقاء.